محمد. لماذا نقول صدق الله العلي العظيم؟ شو بيقول الله؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. قبلها بآية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله سمى نفسه بالعلي العظيم. فأنا عم أقول صدق الله العلي العظيم. ليش؟ لأنه في اسم علي بن أبي طالب، يعني نحن نريد أن نشرك عليا مع الله عز وجل. من يقول هذا إلا سخيف. يا جماعة، علي عليه السلام عبد لله وأخ لرسول الله، سيد الوصيين، نعم، إمام معصوم، نعم، عليه السلام. شو ما بدك ألقى، عبد لله. هو سمى نفسه، بيجي أنا بخترع له تسمية. كان يكتب رسائله من عبد الله أمير المؤمنين إلى فلان. هو عبد لله. ليش بنقول صدق الله العلي العظيم؟ بأسماء الله أيها السادة يمكن أن تشترك أسماء الله مع غيره عز وجل باستثناء كلمة الله. يعني أنت بتقول السميع اسم من أسماء الله، بتقول البصير اسم من أسماء الله، بس الله اسم الله مش اسم من أسماء الله. من تبعيضية هنا كل الله لا تطلق إلا على الله عز وجل. وإلا هل هناك رزاق رازق غير الله عز وجل؟ إيه، بدليل أنه سبحانه وتعالى قال والله خير الرازقين. إلا أن رزقهم الله ورسوله من فضله، نسب الرزق إلى رسوله. ولذا الرازق والرزاق اسم من أسماء الله، لكن رازقية الله غير رازقية البشر، لا محدودة بلا محدوديته جل وعلا. في اسم من أسماء الله له هيمنة على كل الأسماء. اسم من أسماء الله، الله هو اسم الله، لا يشاركه في أحد. لا يقال لفلان إنه أأله من فلان أبدا، هذا الكفر. الله بس كلمة العلي لها هيمنة على كل الأسماء. هو رزاق علي، عليم علي، ما بيعود في فوقه، ما بيعود، ليس لا يعود هناك فوقه. نحن نزيد في تمجيد الله عز وجل بما وصف به نفسه. قدم العلي على العظمة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. العهدية. فلذا نقول صدق الله العلي العظيم. هل أن اسم علي مشتق من اسم الله عز وجل؟ إيه، شو المانع؟ ليس. فالله سبحانه وتعالى قال أنا المحمود وأنت محمد، وأنا العالي وأنت العلي، وأنت علي، وأنا فاطر وهي فاطر. خير إن شاء الله. هل هذا أنهم شركاء له؟ أبدا لا، هم أسماء جليلة نتوسل بها إلى الله، نعم، نبتغي إليه الوسيلة، ما مستحيين ولا ينوبنا أدنى خجل. شوف، كل منسوب قد يخجل من انتسابه. يعني مثلا افرض في موجة سياسي فيصبح فلان منسوب لفلان، ثم تنقلب الأمور فيستحي. إلا المنسوبون لأهل البيت أبدا على مدى التاريخ كانت جباههم تشرئب رفعة بانتسابهم لأهل. نحن بدنا نستحي، هم الوسيلة إلى الله. خير إن شاء الله ونفتخر. نعم.